جمعة وأول جمعة في رمضان وجمعة مباركة علينا وعليكم. ومش عايز أعرف يا الجمعة الكام، يا بائس يا أفريقي يا عالمي، عشان ربنا يكرمك بكرة قدام الزول الهلالابي. فهدى شوية. ومعانا خبر حلو بس هنبدأ بيه الفيديو، وبعد كده في ضحك وفي فضايح وفي أخبار للصبح. عايزة إنك تعمل لايك وشير للفيديو في كل حته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفيديو جديد على قناه اليوتيوب. ومعاكم اكبر بائس محلي محروم مديون، بطل الدوري والكاس 2021 راموس الغلابه. قبل اي حاجه اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 20000 مشاهده و3000 لايك. معانا اخبار مهمه جدا جدا جدا. طبعا هنبدا بس بالخبر ده. الحمد لله كابتن محمود الخطيب اصبح بصحه جيده الى حد ما، وطلع وطمن جمهوره عليه وقال ان هو حالته بدات تستقر، وشكر كل الناس اللي سالت عليه وكل الناس اللي اهتمت لامره. وشكرا يا كابتن محمود الخطيب على تقديرك للناس اللي بتسال عليك، انت شخصيه محبوبه جدا، وان شاء الله تبقى بصحه وعافيه جيده. طيب معانا النهارده مرتضى منصور بيقول لو تم عزلي هترشح تاني عادي. كابتن احمد شوبير وفضيحه عدم استكمال الدوري بالفار بسبب نقص الاموال، وتسريب عقد ناصر منسي برقم كبير جدا جدا جدا. طيب نبدا بمرتضى منصور. زي ما قلت لكم خلاص فعلا هو تم عزله، وهو طلع قال كده، قال حتى لو تم عزلي هترشح في الانتخابات الجايه، لان ده هيبقى قانوني جدا ومن حق ان انا اترشح، لان انا التهمه اللي انا اتهمت بيها مش مخله بالشرف، فعادي هترشح تاني وهبقى رئيس نادي الزمالك. لاحظوا ان مرتضى منصور اللي متمسك برئاسه نادي الزمالك ده هو اللي كل شويه يطلع يقول لك انا زهقت، لو مش عايزين يمشيوني انا عايز امشي، انا قدمت استقالتي كذا مره، هم اللي بيرفضوا استقالتي. وهو الشخص اللي بيتمسك برئاسه نادي الزمالك، هو الشخص اللي خلي الفانوس ده هنا بس، حاسس الحته دي فاضيه. هو الشخص اللي متمسك برئاسة نادي الزمالك، هو وأولاده متمسكين بمناصبهم، ولا حد استقال ولا حد مشى ولا شفنا حد غير العيلة دي ماسكة نادي الزمالك. طيب ما علينا، نخش على فضيحة اتحاد الكورة وعدم استكمال الدوري بالفار بسبب نقص الأموال، وخلي تسريب عقد ناصر منسي للآخر. ولا ناخد ناصر منسي الأول، ناخد ناصر منسي الأول عشان نتكلم براحتنا في حتة الدوري اللي هيتكمل من غير فار. طيب تسريب عقد ناصر منسي اللي طلع بياخد في 4 سنين 67 مليون جنيه. ياض يا بائس يا محلي، يا اللي بتقول ان الزمالك مفيهوش فلوس، يا اللي بتقول ان الزمالك مظلوم اعلاميا والدعايه والرعايه والاهلي بياخد ضعفنا ليه، يا اللي بتقول ان الاهلي بيروح يجيب اي لاعب ويخلصه عشان معاه فلوس واحنا معناش فلوس. سامع يلا، سامع يا بائس يا محلي؟ ناصر منسي ب 67 مليون جنيه ليه يا جدعان؟ ليه جايب كام جون مع البنك الاهلي؟ جايب كام جون؟ ولا كان مع فاركو؟ جايب كام جون؟ ناصر منسي دوت اول لما طلع بس كان كويس، بعد كده راح بيراميدز ما نفعش، بعد كده قبل ما نجيبه من بنك الاهلي ولا من فاركو ما كانش نافع اصلا. ليه 67 مليون؟ كل الفلوس اللي انا دافعها ديت كان اولى بيها اني اقعد ساسي واخليه يكمل، اني اقعد بن شرقي واخليه يكمل، اني اقعد مصطفى محمد واخليه يكمل، اني اقعد امام عاشور واخليه يكمل، اني اقعد طارق حامد واخليه يكمل. انا عارف ان كل دول كانوا معانا وبرضه خسرنا وطلعنا حصاله من افريقيا، بس على الاقل كان عندك فرقه. عشان انا بستغرب الناس اللي بتجيب لك صور زمان يا بن شرقي وساسي يا على الفرقه، ما نفس الفرقه دي كانت حصلت افريقيا. القصه في الاداره. فايه الفلوس دي يا جدعان؟ ليه ناصر منسي ب 67 مليون جنيه؟ مش مرتضى منصور اللي قال لك انا ما ادفعش في لاعب مصري 25 مليون جنيه لما الاهلي خد منه نص مروان عطيه؟ قال لك انا ما ادفعش 25 مليون جنيه ولا 50 مليون جنيه في لاعب مصري وانت شاري عمر جابر. ايه الارقام دي يا جدعان؟ ايه الارقام؟ مين طب ناصر منسي ده هداف دوري؟ مين؟ ربنا يبارك لكل واحد في رزقه، بس الواحد بس بيوريك ان الزمالك فيه فلوس واللي عايز يجيبه بيجيبه، بس هو اللي بيصرف الفلوس بمزاجه حسب المصلحة وحسب السمسرة. نخش في اخر خبر معانا. اللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، ووصلوا الفيديو ده لكل حتة، لان انا صوتكم وصوتكم بيوصل مني عن طريقي. كل ده طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى بفضلكم. تسريق استكمال الدوري بدون فار من اتحاد الكورة بسبب نقص الأموال. عادي،
كل اي حته بيبقى فيها ازمه ماليه، واي حته بتمر بازمات، وعادي يعني عادي ان يبقى في ازمه ماليه. بس تعالى لي هنا، تعالى نرجع شهرين 3 لورا، او نرجع شهر لورا، او نرجع بالزمن لورا. حضرتك بتقولي نقص اموال، وانا مش هكمل الدوري بالفار عشان الفار كنا متفقين على $3000 للمباراه، بقى $5000 وفي نقص اموال. ما هو حضرتك انا مش ذنبي ان حضرتك ما بتحصلش فلوسك من الانديه من تسجيل العقود. مش ذنبي ان حضرتك واخد من الزمالك اللي هي الفرقه اللي انا بشجعها، بس انا بتكلم بما يرضي الله. مش ذنبي ان حضرتك واخد من الزمالك شيكات مش مدفوعه الاجر، شيكات مؤجله الدفع. انت عايز من الزمالك 70 مليون جنيه، ما خدتش منهم ولا مليم، لان كل الشيكات اللي اتقدمت من نادي الزمالك لاتحاد الكوره مش مدفوعه الاجر. فحضرتك ما تبقاش مزنوق وعليك ديون ومش عارف تخليني اكمل الدوري من غير فار، وتقول لي مفيش فلوس، وانت عايز فلوس من الانديه. انت عايز من الزمالك بس 70 مليون جنيه او 80 مليون جنيه، وما خدتش منهم ولا حاجه كاش. حتى ال 11 مليون جنيه اللي اتدفعوا عشان الصفقات تتأيد الثلاثه بشيك مش مدفوع الاجر، او ملوش حق الصرف الا بعد، شوف بعد قد ايه بقى لما ربنا يفرجها. هتقول لي الزمالك ما فيهوش فلوس لازم اراعيه؟ امال ناصر منسي ده جايب 67 مليون ازاي؟ امال عمر جابر ده جايب 45 مليون ازاي؟ امال سامسون اكينولا جايب 2 مليون دولار و400 الف ازاي؟ امال ابراهيم نضاي جايب 3 مليون و100 الف دولار ازاي؟ حد يرد يا جدعان عليا. انا ذنبي ايه كنادي اهلي ولا اسماعيلي ولا اي نادي ان انا اكمل الدوري من غير فار؟ لا حضرتك، انا كنادي اهلي لان اكيد هبقى من اول المتضررين. كفايه مشيتوا لنا كلاتنبرج. انا كنادي اهلي انتوا مشيتوا لي كلاتنبرج والدنيا كانت الى حد ما مظبوطه، كان بيطلع يرد علينا، الغلطان بيعاقبه، بيطلع يشرح الحالات التحكيميه، ومشيتوه طفشتوه لاجل عيون ناس معينه، والكلام واضح. ما تجيش بعد كده تقول لي كمل الدوري من غير فار، انا معيش فلوس او في نقص فلوس عندي، وانا عارف ان انت عايز من الزمالك 70 مليون، لا خدهم منه وسد احتياجاتك. لا خلاص، انا كمان كاهلي والله انا مش هقدر اكمل الدوري من غير فار، ومن حقي قانونيا. ما ينفعش البطوله تبتدي بشروط معينه والشروط دي تتسحب والنظام ده يتسحب من البطوله ونكملها، لا ما ينفعش. دي لوائح وقوانين. حاجة غريبة ومستفزة جدا بأمانة، والموضوع زاد عن حده بجد. ما ينفعش أنا أبقى مديون وأنا عايز من فرقة أكتر من 70 مليون جنيه. فين العدل؟ فين المساواة؟ بس كده، ده كان فيديو النهاردة. قبل أي حاجة اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصله كل جديد، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 مشاهدة و3000 لايك. شكرا جدا لكل اللي بيتابعوني. السلام عليكم.